اليوم العزلة التي تقام على القائد عبد الله أوجلان اللي فرضتها الدولة التركية الفاشية منذ 23 عاما، ولا تزال حتى اللحظة هذه بفرض العزلة على القائد. وطبعا فرض عزلتها على القائد ما قدرت أنه حتى هي فرضت العزلة جسديا، أما فكريا لا، القائد بفضله طبعا قدر أنه ينشر فكر الأمة الديمقراطية ويحرر المرأة بمناطق دير الزور ومناطق شمال وشرق سوريا. فله فضل كبير على مناطق شمال وشرق سوريا بتحرير المرأة من العبودية، من السلطوية الذكورية، أيضا من الفصائل التي مرت على مناطق الإدارة الذاتية في الرقة والطبقة ومنبج ودير الزور من فصائل إرهابية كداعش أو الجيش الحر. طبعا القائد عبد الله أوجلان قدر أنه بفكره وفلسفته وإيديولوجيته قدر أنه يحرر المرأة من هالعبودية هاي. والمرأة مثل ما نشوف هسه أنه لها دور بالإدارات المدنية والعسكرية. ونحن كنساء دير الزور ندين ونستنكر الدولة الفاشية التركية بفرضها على القائد عبد الله أوجلان، بفرضها العزلة الجسدية على القائد عبد الله أوجلان. طالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بمحاسبة الفاشية التركية على العزلة التي تقومها على القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي. طبعا العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان تأتي ضمن حملة شنتها الدولة التركية على الشعوب، والتي تسعى لنيل الحرية. وجود القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي وطريقة اعتقاله غير قانونية ومخالفة لقوانين الدولية، وانبغاء حزب العمال الكردستاني في قائمة الإرهاب يفتح مجال واسع أمام تركيا لممارسة المزيد من العنف بحق الشعوب المناضلة من أجل الحرية. وحنا كنساء سوريا نطالب بحرية القائد عبد الله أوجلان. نحن كنساء في ريف دير الزور نطالب بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان ومحاسبة دولة الاحتلال التركي على جرائمها بحق قائد شعوب المنطقة، وأن الهدف من العزلة المفروضة على المفكر عبد الله أوجلان وقمع حقوق الشعب الكردي والشعوب الأخرى في تركيا. فنحن مدينين للفكر القائد عبد الله أوجلان الذي خلص الشعوب المضطهدة من ظلام داعش الإرهابي، والذي عاث في البلاد الفساد وحرر فكر المرأة ومنحها حقوقها في المجتمع بعد أن كانت مهمشة في السنوات الماضية. ونحن نطالب بفك العزلة على القائد عبد الله أوجلان، فنضال القائد يمثل جميع الشعوب الشرق الأوسط.